السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى في شوية الميني بيتزا اللي لسه خارجين من الفرن حالا بعجينة طرية جدا وهشة جدا جدا، والحشوة بقى زي ما قلبك يحب. شايفين التسوية عاملة ازاي؟ بصوا العجينة طرية ازاي، حاجة كده بجد عسل عسل عسل. تعالوا نشوف بقى عملناها ازاي وايه مقادير العجينة الطعمة قوي دي. اول حاجة كوباية ونص مية دافية، وتكون دافية زي دمعة العين، اوعي تكون سخنة. بحط بقى في الكوباية ونص مية معلقة كبيرة خميرة و3 معالق كبار سكر. ده كده خليط الخميرة الأساسي. بدوبهم في بعض كويس قوي، وبعد كده هزود عليهم 3 معالق كبار لبن بودرة لو موجود عندك. ده بيبقى محسن طبيعي كده للعجينة، وفي نفس الوقت بيديها طعم حلو. مع معلقتين زبادي كبار مليانين زي ما انت شايفة كده، او علبة صغنونة، علبة الزبادي الصغنونة دي يلا بينا لو عندك في التلاجة موجودة. قلبي كله على بعض، وبعد كده يدوبك ربع كوباية زيت. قلبي، شوفوا المقادير كلها جميلة ازاي ومظبوطة ظبطة السنين. بعد كده بروح جايبة كيلو دقيق من الكيس، يلا على طول جميع الاستخدامات كده على الخليط السائل اللي احنا عملناه. بس هي دي المقادير كلها. وبعد كده قلبت بس شوية، وبعدين هبتدي اعجن بايديا او تعجيني في العجان، مفيش اي مشكلة خالص. بحبها جدا بقى الميني بيتزا دي تبقى موجودة في البيت طول الصيف. نازلة انت والولاد تاخدلهم معاكي في الشنطة الميني بيتزا، تحطيها في الفريزر وتطلعيها تسخنيها، يبقى كأنك لسه خبزاها حالا، لان الزبادي بيخليها تفضل طرية ما بتنشفش ابدا. اللهم بارك. شايفين العجينة عاملة ازاي يا جماعة؟ عجينة طرية وناعمة بشكل غير عادي. بجيب بقى طبق او بولة، وبحط فيها مسحة زيت بالمنديل كده، دي اللي هسيبها تخمر فيها، مسحة زيت مش دقيق. وبعد كده بجيب العجينة بعملها زي البقجة كده على ايديا بالشكل ده، وبنزل بوشها الاول تاخد مسحة الزيت، وبعدين اقلبها على ظهرها واعمل بصباعي كده علامات التخمير. بعد ساعة تلاقي علامات صباعك دي ردت لفوق، معنى كده ان العجينة خمرت صح. نركنها بقى، وعلى ما تخمر تعالي نعمل احلى صلصة بيتزا. اللهم بارك. سخنت طاسة كويس قوي، ونزلت عليها حوالي 4 طماطمات متقطعين مكعبات كده مع بصلاية، وبديها صدمة كده من غير اي مادة دهنية، بتديني ريحة تدخين حلوة زي صلصة البيتزا الجاهزة. حطيت معلقة صلصة عليها، واحط رشة ملح، واوطي بقى النار خالص، واسيب الطماطم مع البصل يتهروا تماما مع معلقة الصلصة. خلي بالك في الاول النار كانت عالية، عشان الصدمة دي زي ما بقولك بتدي تدخينة حلوة لصلصة البيتزا بتاعتنا. عايزة اقولك يعني صلصة بيتزا مثالية. بصوا كده نعمت تماما، استوت الطماطم مع البصل مع معلقه الصلصه. ضربتها في الخلاط، وبعد كده جبت معلقه زيت وحطيت عليه دوبك فصين توم، بشوحهم تشويح خفيف، ما تخليش التوم ياخد لون، يا دوبك بس كده ياخد سخونيه الزيت زي ما انت شايفه كده يا ست الحبايب. بكون ضربت بقى الخليط كله في الخلاط، اداني قوام ناعم جدا. بحط على التوم زعتر عشان يديكي طعم صلصة البيتزا الجاهزة، برطمانات الصلصة الجاهزة. بصي بقى لما ضربت الخليط كله في الخلاط، اداني قوام ناعم جدا ولونه حلو، ومش محتاج يتصفى ولا اي حاجة خالص. شمي بقى الريحة الجميلة بتاعة البيتزا، بيديكي كده طعم الصلصة دي، بتديكي طعم ايه ما بين الكاتشب وما بين صلصة البيتزا الجاهزة. حطيت ملح وفلفل اسود، وهقلب كله في بعضه تاني، ووطي النار خالص، واسيبها بقى ايه تسرد كده. اي ميه زياده يعني تبخر لي اي ميه زياده فيها، عايزاها تتقل جدا، واسيبها تبرد. وتعالي بقى العجينه بتاعتنا فات عليها ساعه، بسم الله ما شاء الله. شايفين خمرت ازاي؟ ومطرح الصباعي بصوا رد لفوق ازاي، كده بقت زي العسل. هجيب بقى شويه دقيق، رشه دقيق كده، وانزل بالعجينه كلها. العجينه دي يا جماعه كيلو دقيق هترميلك كميه محترمه جدا من البيني بيتزا. وتقدري كمان نفس العجينه دي تعملي منها بيتزا عاديه، بيتزا كامله. العجينه يا جماعه ماشيه معاكي في اي حاجه. خدت النص بالظبط، والنص التاني رجعته في البوله يرجع يخمر تاني. النص بقى اللي قدامي ده رشيت على الوش دقيق. العجينة منها طرية وناعمة جدا، فمحتاجة دقيق في كل خطوة. جبت النشابة التقيلة دي، جت في النص والله وجعت ايديا يا جماعة، ما قدرتش اكمل بيها، تقيلة جدا بصراحة.
هي بتنقذ، يعني منجزه معاكي، بتنجز بس تقيله. بتفردي بقى العجينه كده بسمك 1 سنتي، مش عايزاها رقيقه قوي ولا عايزاها تخينه قوي، ان هي لسه حجم الميني بيتزا هيزيد معانا. لازم تحطي على النشابه دقيق، والعجينه وشها يبقى عليه دقيق بالشكل ده. هجيب بقى دلوقتي، هتلاقيني جبت نشابه خفيفه طعمه كده، ظريفه لذيذه خفيفه على الايد دي لسه التقيله خلاص عارفين اللي هو قلت شكرا. جبت بقى الخفيفه دي ورحت مكمله فرد بيها زي ما بقولك، سمك 1 سنتي كده، سمك معقول جدا. وبعد كده لو عندك الخرامه بتاعت العجين دي اهلا وسهلا، ما عندكيش هاتي شوكه وخرمي العجينه كلها مره واتنين وتلاته، خرميها خالص علشان ما تقلبش معاكي على رغيف فينو في الفرن. احنا عايزين نعمل ميني بيتزا احترافيه. دي بقى بقى كبه صغنونه عندي، قلت حلوه قوي الحجم ده، انا عايزه اعمل ميني بيتزا حجمها اكبر من بتاعه الفرن شويه عشان تبقى مغذيه. لو معاكي اطفال حد فيهم خد واحده كلها شبع خلاص، بالهنا والشفا يا رب. فعملتها بالحجم ده عشان انا كمان لسه هاتني الحروف بتاعتها، هعملها لكم محشيه الاطراف يا جماعه كمان العجينه بقى اللي طلعت من التقطيع دي بلمها على بعضها واسيبها تخمر تاني وارجع افردها تاني، ما عندناش عجينه بتترمي. بعد ما اتخرمت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جبت بقى موتزاريلا، ممكن تجيبي اي حشوه عايزه تحطيها في الحروف براحتك، سوسيز متقطع رفيع ماشي، لحمه مفرومه ماشي، زيتون مع الجبنه ماشي. وبلف بحط صوابعي في ميه والف كده الطراطيف، لازم ميه علشان الحروف تمسك في بعضها وما تفكش في الفرن، خلي بالك من النقطه دي. بصي لفيها كده، الله الله ايه الحلاوه دي، فنانين يا جماعه احنا والله برضو يعني. بصوا بحط صباعي في الميه كده واروح قافله الحروف كلها. بعد كده جبت معلقه من الصلصه، شايفين لونها بقى عمل ازاي لما بردت، وقوامها تقيل ما فيهاش سوائل خالص علشان ما تخليش العجينه تحل، صلصه تقيله طعمها وريحتها عسل ما شاء الله. بعد كده بعد ما حطيت معلقه صغنونه كده من الصلصه، بحط كمان الموتزاريلا بالشكل ده وبثبت. كل ما تحطي حشوه بصوابع ايديكي كده وتثبتي. اقول لك بقى على مفاجاه تانية، انت كل ما بتدوسي على الحشوه وبتثبتي كل ما حجم الميني بيتزا بيزيد معاكي. تخيلي بقى، يعني غير التقطيعه اللي انت مقطعاها هتبص تلاقي تنيتي اطرافها وكمان حجمها زاد. حطيت فلفل الوان وحطيت لحمه مفرومه متعصجه وحطيت كمان زيتون كده على الوش. ايوه بقى احنا بنعمل حاجه في بيتنا، احنا مش بنعمل حاجه زي بتاعه السوق، زي بتاعه الافران اللي هي تبقى يعني شمنها كده حشوه. لا اللهم بارك، احنا عاملين حاجه محترمه. بصي بقى صلصه، وبعدين تحطي الجبنه، وبعدين رشه فلفل الوان واي حشوه تحبيها. انا حشيت بقى لحمه مفرومه، وحشيت كمان سوسيز متقطع حلقات رفيعه كده، وكمان حشيت تونه. التونه بصفيها في مصفى وبعصر عليها ليمون واسيبها شويه عشان ما يبقاش فيها ريحه زفاره، ولا تخلي البيتزا بتاعتنا مثلا فيها ريحه الزفاره كده. ناس كتير ما بتحبش التونه، بيتزا التونه بسبب الحركه دي. حطيها في مصفى تتصفى ورشي عليها ليمون، اهو انا بوريكم كده جافه تماما مع عصره الليمونه دي، ما بتخليش فيها اي زفاره اللهم بارك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس يا ست الحبايب بصوا الجمال بقى، شايفين شكلها يفرح ازاي. حطي بقى زوقيها بقى كده بكم شريحة زيتون كده بالشكل ده. الميزة كمان ان اي حاجة موجودة عندك في التلاجة طلعيها حطيها على الميني بيتزا، هتبقى بيتزا زي العسل. جبت الصاج واديته مسحة زيت بمنديل مش بفرشة، عشان انا عايزة يدوبك مسحة زيت خفيفة قوي. وبعد كده تشيليها كده بالراحة، خلي بالكم الحشوة ما شاء الله مخليها متماسكة، الحشوة متقلاها، فبصي بتتشال على طول ازاي. ولما تحطيها في الصاج تحطيهم بعيد عن بعض، لان هي لسه هتعلى وحجمها هيزيد كمان في الفرن اللهم بارك. سويها في الصاج زي ما انت عايزه، حركيها زي ما انت عايزه. شايفه ماسكه نفسها زي، مش عجينه سايحه يا جماعه، لا عجينه متماسكه طريه جدا جدا، ملبن بمعنى الكلمه. بعد ما تظبطيها في الصاج هنروح جايبين معلقه لبن،
انا هدلع الحروف بقى، معلش يعني اسمحوا لي ادلع الحروف. وبمسح الحروف كده يا جماعه بمسحه لبن خفيفه، وبديها رشه سمسم ني مش محمص. المحمص يتحرق في الفرن على ما العجينه تستوي، الني بياخد لون حلو على ما عجينتنا تستوي وتاخد وش حلو، بيكون السمسم الني هو كمان اتحمص معانا. شايفين الدلع؟ اخر دلع. بص ايوه، احنا مش كل يوم والتاني بنعمل معجنات في البيت يعني، واعملي كميه وشيليها في الفريزر. بنخبزها على درجه حراره 200، يكون الفرن سخن جدا قبلها. بعد اول ما تطلع من الفرن لازم تغطيها وتسيبيها عشان تفضل طريه معاكي، تطلع لك بالجمال ده. خدتها بقى الطبق كله في الركن البعيد الهادي ده، وعشت مع احلى ميني بيتزا في الدنيا. عجينه طريه، بصوا الطراوه بتاعتها شايفين عامله ازاي، وهشه جدا. والف هنا وشفا على قلوبكم. اللي لسه ما اشتركش في القناه يلا بينا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، وسلام عليكم.